عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم إبراهيم العزب للعملات القديمة. النهاردة جايب لكم 10 صاغ من النوع النادر جدا ومطلوبة بكثرة في الأسواق المصرية. إن شاء الله أعرفكم ال10 قروش دي أو 10 مليمات دول إيه الميزة اللي فيهم وإيه سبب طلبنا وبسعر عالي جدا. يعني السعر بتاعها يتفوق ال15,000 وانت طالع، يعني وحضرتك طالع كده تبص تلاقي ايه سعرها يتفوق ال15,000. تمام، نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا 10 مليمات، معلش عشان هي قديمة أوي. تمام اهيت. جمهورية مصر العربية 10 مليمات 1977 1977 دي ال10 مليمات. طب ايه الميزة ان هم عايزين دي بالذات اللي هي عليها الفراعنة، رسمة الفراعنة، الرسمة الكاملة على ظهرها من ورا. عايزين الرسمة دي كلها، هي دي يعتبر أغلى عملة ومطلوبة جدا. سعرها يتخاطى ال15. طب بتتباع فين؟ بتتباع في أسواق، 3 أسواق في جمهورية مصر العربية، واللي بيجي ياخدهم خبير أجنبي من إيطاليا وليه مواعيد محددة هبقى أقول لكم عليها إن شاء الله. بس أهم حاجة تكون دي اللي معاه دي يحافظ عليها. دي سعرها معدي ال15، معدي ال15 اهي، رسمة الفراعنة. تمام، اللي هي ال10 قروش 1977، ال10 مليمات 1977. معلش بين القرش والمليم بتلخبط. تمام، بحاول اوضحها لكم عشان هي اصلا مطموسه اهي، عشان برضه تبقوا عارفينها كويس. اهم حاجه من حضراتكم اللايك، الاشتراك بالقناه، الشير، عشان القناه تكبر لينا وليكم. وشكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.